دار بيضاء وبالضبط في واحد الدوار اللي كان خارج المدينه. طوموبيله بيضاء من نوع فولفو تقريبا شي 6 ايام وهي محطوطه وسط الشجر. كيدوزو الناس في الشانتي بالطوموبيلات والماطر كيشوفوا ديك الطوموبيله البيضاء، ولكن ما كيجيو ما كيجيبوا تيقولوا بلي راه شي واحد جالس فيها كيستراح. غادي تبقى ديك الطوموبيله في ديك البلاصه لمده تاع 6 ايام حتى واحد ما قرب لها. حتى واحد النهار واحد الدري اللي كان ساكن في ديك المنطقه كان خارج كيدور في ديك الغابه. هاد الدري هذا كان سميتو دريس، وكان وقت ما استعمل المخدرات كيبغي يخرج من الدوار تاعو يمشي لراسو بقى كيدور. غتبقى كيدور حتى غتبان ليه هاد الطوموبيله هادي. مع جافها الفكر اللي جاتو هو انه يمشي عند داك السيد مول الطوموبيله ويقول ليه دبر عليا. داكشي اللي غادي يدير غادي تم غادي الطوموبيله مع غادي يقرب ليها غتبدا كتعطي واحد الريحه تاع الجيفه اللي كانت مجهده بزاف. غادي يوصل حدا الطوموبيله وغادي يطلب من الشرجه من القدامي واللوراني وغادي يبان ليه بلي الطوموبيله خاويه وما فيها حتى شي حد. دريس غادي يقول لها تيهمزه، غادي يقول الطوموبيله غادي يكون فيها قدر الفلوس لداخل. غادي نحاول نهرس الجاج ونحل الباب ونهز الفلوس اللي فيها. داكشي اللي غادي يدير في الاول غادي يحط يديه في البواني تاع الباب، ومع غادي يحط يديه في البواني الباب الراس وغادي تحل. وهنا فاش دريس غادي تصدم. غادي يقول هاد الطوموبيله هادي محطوطه وسط الخلا بوحده والباب محلول، شكون اللي حطها هنا؟ مع غادي يحل الباب لقدامي غادي يدخل غادي يبدا يقلب الطوموبيله كلها، غادي يقلبها من القدام وحتى من اللور، ما غادي يلقى فيها حتى شي حاجه. هنا غادي يقول مع راسو انا نمشي نحل الكوفر. دريس غادي يمشي جهه الكوفر وغادي يحلو، ومع غادي يحلو غادي تصدم. غادي يبان ليه في الكوفر واحد المنظر كيخلع جثه تاع عمرها بدات كتحلل. دريس مع شاف هذا المنظر تاع حل الارض ديك الساعه مع النوضه وهو يهرب. خوتي خواتاتي القضيه تاع اليوم تاع مجرم اللي كان كيستهدف فيه العيالات المزوجات. العمليات اللي دار كان كيستهدف فيهم العيالات اللي مزوجات، والفلوس اللي دا ليهم كانوا كثارين بزاف. خوتي خواتاتي شكرا لاي واحد اللي معاك كيدخل الفيديو قبل ما يتفرج فيه كيدير لايك، شكرا لكم بزاف. خوتي خواتاتي كتمنى اي واحد دابا كيشوف من التليفون يدير لايك، واللي اول مره كيشوف هذا المحتوى انا رشيد زروق كنقدم في هذه القناه المعيار قضايا حقيقيه. الا كان كيعجبك هذا النوع تاع المحتوى شارك دابا وفعل الجرس ويلاه نبداو. القضيه تاع اليوم اخوتي غادي نبداوها في 2012 وبالضبط من الدار البيضاء، وغادي نبداوها مع خالد اللي كان تزاد وكبر في اسره لاباس عليهم بزاف. خالد فاش غادي يكبر شويه الاسره تاعو غادي تجي ليه شركه وحتى هو غادي يجي له الفلوس دغيا وغادي يشري فيلا وطوموبيل. عنده شركه وساكن بوحدو في ديك الفيلا، وكان تيحس بزاف بالقنطه وكان تيفكر ديما انه خاصو يتزوج. حتى لواحد النهار غادي تجي واحد البنت جديده اللي كان سميتها فرح غادي تخدم عنده في الشركه. خالد مع شاف هاد البنت هادي كانت عجباتو بزاف بدا يقرب ليها وكيهضر معاها، وبطبيعه الحال فرح كانت عرفته باللي هو مول الشركه حتى هي غتبدا كتقرب منه وكدوي معاه. حتى غادي يجي واحد النهار وغادي يقول لها خالد بلي بيدوي معاك في واحد الموضوع ضروري تخلي لي نمرتك. فرح بطبيعه الحال غتعطيه النمره وغادي يتلاقاو في واحد القهوه وغادي يروحوا يدويو. خالد غادي يريح وغادي يعبر لها على الاحاسيس تاعو وغادي يقول لها نهار فاش شفتك وانا كنفكر فيك ما قدرتش ننساك. غادي يقول لها راك عجبتيني بزاف ودابا خلينا من الخدمه وعاودي لي على راسك. فرح حتى هي غادي يعجبها الحال وغادي تقول ليه بلي حتى انا حسيت نفس الاحساس من نهار شفتك عجبتيني وبقيت كنفكر فيك. غادي تعرفوا بيناتهم وغادي يدوزوا تقريبا لمده تاع عام هما كيخرجوا. من بعد ما داز هذا العام واحد النهار غادي يخرجوا وخالد غادي يقول لفرح شوفي راه قريب غادي نجي لداركم وغادي نخطبك. عام وحنا كنخرجوا تعرفنا ما فيه الكفايه، دابا خاصنا ندوزو للمعقول. قال لها شوفي بيتك توجدي راسك الشهر الجاي غادي نجي لداركم ونخطبك. داكشي اللي غادي يوقع خالد وفرح غادي يتفاهموا بيناتهم. خالد غادي يشرط على واحد الشرط، غادي يقول لها شوفي الا تزوجنا ما غتخدميش ولكن الفلوس اللي كنت نعطيك غادي نعطيهم ليك وانت جالسه في الدار. بطبيعه الحال فرح غادي يعجبها الحال غادي تقول الفلوس اللي كنت نمشي وكنضرب عليهم تماره غادي يعطيهم ليا وانا جالسه غير في الدار. خالد غادي يمشي لدارهم وغادي يخطبها، ومن بعد مده قليله غادي يتزوجوا وغادي تمشي وغادي تسكن معاه في الفيلا تاعو. غادي يدوزوا شهور كثير هما مزوجين وفرحانين وحتى شي مشكل ما كان. فرح بطبيعه الحال بقات على كلمتها بقات جالسه غير في الدار ومقابلها. وبطبيعه الحال خالد جاب واحد الخدامه اللي تولدتها في الدار حيت كان غالبا الوقت كيكون في الشركه مقابلها. كيخرج مع الصباح كيجي في الغدا كيتغدى وعاود ثاني كيمشي وما كيرجع حتى 8 العشيه، يعني ما يمكنش تبقى جالسه بوحدها في الدار. وحتى هو بقى على كلمته كان كل شهر كيعطيها الماندا اللي كانت كتقبض وهي خدامه. وزيد على هذا الشيء كان شرا ليها طوموبيل بيضاء من نوع فولفو، كانت كتهز ديك الطوموبيله وقت ما خارجه غتمشي للسوق ولا غتمشي تشوف باها وامها. كان هذا السيد مهلي في مرته عاطيها الفلوس والحب واي حاجه خاصها كان كيشريها ليها. غادي تدوز تقريبا كما قلت لكم 9 شهور باش تزوجوا حتى لواحد النهار خالد غادي يرجع للدار مع شويه ديك الوحده وربع. استسيروا الطوموبيله ودخل الفيلا حتى ما كيلقاش مرته فرح. غادي يمشي ديك الساعه يسول الخدامه وغادي يقول لها فين هي فرح فين مشات. غتقول ليه مع شويه ديك العشره لبست حوايجها ومشات عندي وقالت لي انا خارجه وتقريبا مع شويه ديك الجوج راه غادي يرجع. انا في السوله وغادي يقول لها واش ما قالش لك فين غادا بالضبط؟ قالت ليه لا ما قالش ليا. ديك الساعه خالد غادي يجبد التليفون وغادي يدور ليها، ولكن هنا باش تكون الصدمه غادي يلقى باللي التليفون تاعها طافي.
بطبيعه الحال فاش جاب السيده تليفونها طافي تشوش عليها، ولكن كان مع راسو يقدر يكون طفى ليها وحشو غادي ترجع، غادي يريح يتغدى، ومع ديك الجوايه 2:30 كيشوفها باللي باقي ما جاش، هي قالت لها باللي جوج غادي يرجع. ديك الساعه غادي يهز التليفون عاوتاني وغادي يعاود يدور لها، ولكن غادي يلقاها باللي التليفون تاعها باقي طافي. بطبيعه الحال هنا خالد بدا كيتشوش وفي نفس الوقت كيطلع عليه الدم وتيقول هادي فين مشات، علاش طافيه تليفونها، علاش خرجات بلا ما تقولها ليا. تقريبا مع شويه ديك 2:30 خالد مشى عليه الحال على الخدمه. ديك الساعه غادي يطلع للبيت تاعو الفوق، غادي يطلع للكوفر فور باش يهز شي وراق، ومعاه غادي يحل الكوفر فور. غادي تصدم، غادي يلقى باللي كاع الفلوس اللي حط في الكوفر فور تقريبا اكثر من 50 مليون وكميه كبيره تاع الذهب ما كاينينش. بطبيعه الحال خالد في ديك الوقيته السخونيه غطلع معاه، غادي يهبط كيجري وغادي يبدا كيغوت وغادي يعيط على الخدامه وغادي يقول لي الفلوس والذهب اللي كانوا في الكوفر فور فينا هما. الخدامه غادي تقول لي الفلوس ما شفتهمش، ولكن مرزق قبل ما تخرج كانت هازه معاه واحد الشاكوش كبير. هنا خالد غادي يبدا كيغوت وغادي يقول ما يمكنش، واش بصح مرتي غتكون هربات ودات لي الفلوس والذهب؟ ما تيخش راسو، بقى مريح وكيغوت وكيقول ما يمكنش. خدامه غتمشي كتجري غتجيب ليه كاس الماء غتنوضو وغتعطيه يشرب الماء وغتقول له شوف هاد الهضره اللي قلتي ما يمكنش، فرح ما يمكنش دير هاد الشيء، كاين شي حاجه هنا ماشي هي هاديك. خالد اول حاجه غادي يدير هي غادي يدور لبا ولما وغادي يسولهم وغادي يقول لهم واش فرح ما جاتش عندكم. بات فرح غادي يقول ليه لا ما جاتش عندنا، تقريبا شي سيمان ما شفناهاش، علاش واش كاين شي مشكل اش واقع لها. هنا خالد غادي يعاود ليه كلشي، غادي يقول ليه باللي فرح راه خرجت مع جويه ديك العشره وقالت للخدامه باللي الجوج غادي يرجع. فاش حنا كندوروا ليها كنلقاو بلي التليفون تاعها طافي، وفاش طلعت للكوفر فور كنلقى باللي 50 مليون والذهب ما كاينينش. بات فاش سمع هادشي غادي يقول ليه لا ما يمكنش، ما يمكنش بنتي فرح دير الفلوس ودير شي حاجه خايبه. غادي تقول ليه يقدر دوك الفلوس داتهم البنكه والتليفون طفى ليها. خالد في هاد الوقيته غادي يقطع التليفون على با وغادي تفكر باللي فرح عندها واحد صاحبتها وكانت ديما كتخرج معاها. ديك الساعه غادي يقلب على النمره تاعها غادي يلقاها وغادي يدور لها. غادي يبقى كيدور لصاحبتها هند بزاف تاع المرات التليفون كيصوني ولكن هي ما كتجاوبش. ديك الساعه خالد غادي يركب في الطوموبيله هو الخدامه وغادي يمشيو عند صاحب فرح، غادي يمشيو حدا الدار وغادي يبداو كيدقوا عليها وكيصونيو وغادوزو واحد المده قليله وغتخرج عنده. خالد معاه غادي يشوف هند، اول حاجه غادي يقول لها واش ما جاتش عندك مرتي اليوم. هند كتشوف بلي السيد مخلوع وتيتلعاد، قالت ليه مالك اش واقع اش واقع الفرح. غادي يقول لها فرح ما عرفتش مشات وهزت لي الفلوس. هنا هند غتقول ليه باللي غير البارح انا دويت معاه وكنا موجدين اننا نهار السبت غادي نخرجوا، قالت ليه ولكن اليوم راه ما دوراتش ليا في التليفون وراه ما جاتش عندي. خالد ديك الساعه غادي يعاود لهند القصه كامله وغادي يقول لها شوفي انا غادي نرجع في حالي للدار، ولا جاتك اي معلومه على مرتي ديك الساعه دوري ليا وقوليها ليا. غادي يبقى مريح في الفيلا هو والخدامه حتى واحد شويه البات ولم تاع فرح غادي يدخلوا وغادي يبقاو كيتسناوها على ترجع. كيدوروا كيلقاو بلي التليفون تاعها طافي. غادي يدوي المغرب وغتوصل تقريبا ل 10 الليل والسيده باقيه ما رجعات. الفكره اللي جاتهم ديك الساعه هي يمشيو للكوميساريه ويتكلاريو. ديك الساعه غادي يمشيو لولايه الامل وغادي يبلغوا على الاختفاء تاعها، حيت في الوقيته كانوا عارفين بلي شي حاجه خايبه غتكون واقعه عليها. باو ما كانوا في واحد الحاله هستيريه، كانوا مخلوعين بزاف وكانوا مأكدين بلي شي حاجه خايبه واقعه لبنتهم. من جهه اخرى كان خالد خايف بزاف على الفلوس تاعو ويقول باللي الفلوس تاعي بغيتهم يرجعوا. خالد غادي يعاود القصه كامله للبوليس من الاول حتى الاخر، وغادي يقول لهم باللي انا ما مأكدش واش نيت فرح اللي هز دوك الفلوس او لا شي واحد دخل الفيلا ودى الفلوس وداها حتى هي. قال له انا ما مأكدش من هذا الشيء، ولكن الحاجه اللي نقول لكم مأكد منها بان الفلوس تاعو والذهب راه ما كاينينش. البوليس غادي يقول لهم شوفوا تخليو لنا فوتوكوبي تاع لاكارت ناسيونال تاع هاد السيده هادي، التصويره تاعها تكون باينه وحتى الماتريكول تاع الطوموبيله تاعها، وغادي يقول لهم باللي دابا حنا غادي نبداو التحريات تاعنا وغادي نقلبوا عليها في بزاف البلايص علاه لقاو عليها شي حاجه. البوليس الفكره اللي جاتهم بان هاد السيده تقدر تكون دات شي كسيده. غادي يبداو يقلبوا في السبيطارات، غادي يبداو كيقلبوا في كاع السبيطارات اللي كاينين في النواحي ديك البلاصه وغادي يشوفوا شي السيده دخلت بديك السميه. قلبوا كاع السبيطارات ما وصلوا حتى شي نتيجه، ومن بعد غادي يهزوا الكوميساريات وحتى هي ما لقاو فيها حتى شي حاجه، ما كاينه حتى شي السيده دخلت بهاد السميه اللي عندهم. مع ديك 4 الصباح البوليس غادي يقولوا لخالد والعائله تاع فرح دابا غير سيروا في حالكم، ولا كان شي حاجه جديده راه غادي نعلموكم. غادي دوز تقريبا 6 ايام هما البوليس كيقلبوا في هذه القضيه، 6 ايام هما كيقلبوا كل نهار وما وصلوا حتى شي حاجه. نهار السادس بالضبط واحد الكاريان اللي كان خارج مجينه، هذا الكاريان كان حدا واحد الغابه، كان واحد الدري ساكن في ذاك الكاريان، كان وقت ما استعمل المخدرات كيخرج يريح في ديك الغابه، كيبقى مريح بوحدو كيدور تماك. هذا السيد من بعد كان خارج بوحدو كيدور في ديك الغابه حتى غتي الانتباه تاعو واحد الطوموبيله بيضاء. بطبيعه الحال مع شاف ديك الطوموبيله فرح قال هادي همزه، غادي نمشي عندك السيد من الطوموبيله وغادي نقول ليه دبر عليا دور معايا. غادي تم غادي الطوموبيله مع غادي يوصل حداها غادي يحس بلي كاينه واحد الريحه حاشاكم تاع الجيفه، ريحه كانت خانزه بزاف. هذا السيد هذا غادي يبدا كيطلب الطوموبيله من الجاج، غادي يلقاها باللي خاويه، غادي يحل الطوموبيله وغادي يحاول انه يقلب على شي حاجه يديها معاه. دخل داخل تاع الطوموبيله قلبها ما لقى والو. ديك الساعه غادي يمشي للور، غادي يمشي جهه الكفر، غادي يحل الكفر ومعاه غادي يحل وغادي تصدم، غادي يلقى باللي كاينه تماك جثه تاع عمرها بدات كتحلل. مع شاف داك المنظر طاح الارض تخلع بزاف، ناض
ومشى كيجري للكريان فين ساكن. دخل الكريان هو كيغوت وتيقول لهم باللي كاينه جثه في واحد الطوموبيله في الغابه. الناس تاع ديك المنطقه غادي يبردوا وغادي يقول لي شرح لنا بالضبط اش لقيتي، غادي يشرح لهم بالضبط داكشي اللي لقى. وديك الساعه غادي يتموا غاديين معاه لهاد البلاصه، غادي يمشيو لديك البلاصه اللي كانت وسط الغابه، وغادي يلقاو نيت باللي كاينه طوموبيله بيضاء وفي الكفر تاعها كاينه جثه تاع عمرها. الناس ما قدروش يبقاو يشوفوا في ديك الجثه حيت كانت كتحلل وكتبان في واحد المنظر اللي كيخلع. ديك الساعه الناس تاع ديك المنطقه غادي يدوروا الجندارم والبوليس، وفي وقت قليل غادي يتموا جايين حيت القضيه فيها جريمه تاع قتل. الجندارم والبوليس غيا جاو حتى الشرطه العلميه وبداو كيديروا التحريات تاعهم. من النظره الاولى فاش شافوا الجثه عرفوها باللي هذه جريمه قتل، حيت الجثه اللي كانوا كيجيبوا فيها متحله فيها بزاف تاع الضربات بالموس وبين بان الدم كثير خرج منها ولصق عليها. واخا الجثه دخلت في مراحل التحلل كانوا باقيين باين فيها الضربات تاع الموس. والشرطه العلميه غتبقى كتقلب وسط الطوموبيله وغادي يلقاو البطاقه الوطنيه تاع هاد السيده، وغادي يلقاو مجموعه تاع البصمات اللي غادي تجيهم معاهم. من بعد غادي يهزوا ديك الجثه لبلاصه تاع التشريح وغادي يديروا التحريات تاعهم. وهنا فاش غادي يعرفوا بلي هاد البنت اللي لقاوها ميته وسط الطوموبيل هي فرح. غادي يعرفوا بلي تقريبا هذه السيمانه العائله تاعها وراجلها جاو تيكلاورو في الكوميساريه، وبطبيعه الحال ديك الساعه البوليس غادي يعيطوا عليهم باش يجيو عندهم الكوميساريه. خالد غادي يجي للكوميساريه وغادي يبداو كيحقوا معاه، وهاد اللحظه هادي باقي ما قالوش ليه باللي مرتك راه مات. غادي يقولوا ليه واش مرتك فرح عمرها ما قالت لك باللي شي واحد راه كيتبعها ولا فايت عقتي بها عندها شي علاقه مع شي واحد. خالد غادي يقول لهم لا، غادي يقول لهم بلا الهضره ما كايناش، عمرها ما قالت لي باللي شي واحد كيتبعها وانا راه كنتثق في مرتي وهي كتثق فيه. غادي يسولوه سؤال اخر وغادي يقول ليه واش مرتك كانت خدامه. خالد غادي يقول لهم باللي لا. غادي يقول لهم قبل ما نتزوجوا فاش كنتي لا تعرفت عليها كانت خدامه، ولكن غير تزوجنا ما بقاتش خدامه ولات جالسه غير في الدار. هنا باش خالد غادي يقول لهم اش واقع اش كاين، واش لقيتو مرتي اش وقع عليها. البوليس غادي يقول ليه شوف مرتك لقيناها ولكن لقيناها ميته، البركه في راسك. طبيعه الحال خالد مع سمع هادشي شد في راسو تصدم، ما قدش باقي يدوي، ما عارفش واش يبكي ولا يغوت، خرج للخارج وبقى جالس في الارض وقبض في راسو. بطبيعه الحال البوليس غادي يحاولوا يهدنوه وغادي يرجعوا يجلسوه في الكرسي. وهنا باش خالد غادي يسولهم واحد السؤال وغادي يقول لهم واش لقيتوا هذاك اللي قتل ليا مرتي، وواش لقيتوا الفلوس والذهب اللي دات معاه. هنا البوليس غادي يقول ليه لا، غادي يقول ليه ما لقينا لا فلوس لا ذهب وما لقيناش هذاك اللي قتل لك مرتك. غادي يقول ليه شوف غتصبر عندنا ايام قليله وان شاء الله لهاد القضيه راه غادي نحلوها. هنا البوليس فاش قالوا ليه صافي سير علم العائله تاعها بداكشي اللي وقع لها وعارف كيفاش تدوي معاهم، وقالوا ليه اي شيء جديد لقينا في القضيه تاع مرتك راه غادي ندوروا ليك. من بعد 3 ايام على هادشي غادي يخرج التشريح وغادي يخرجوا حتى البصمات اللي كانوا في الطوموبيل. وهنا باش غادي تكون الصدمه، غادي يلقاو بلي داك السيد اللي لقى الجثه الداخل تاع الطوموبيل كاع الطوموبيل تقريبا عامر بالبصمات تاعو. هنا البوليس غادي يقولوا مع راسهم يقدر يكون بلي هاد السيد اللي لقى الجثه هو النيت اللي دار هاد الجريمه. ديك الساعه غادي يخرجوا وغادي يمشيو للدوار فين كان ساكن، غادي يعتقلوه وغادي يجيبوه للكوميساريه. غادي يبداو كيحقوا معاه وغادي يقول لهم بلي انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء، انا كنت نضرب في ديك الخلا لقيت الطوموبيله وحليتها ودخلت الطوموبيل لداخل وبديت كنقلبها. بطبيعه الحال البوليس عرفوا من الهضره تاعو بلي تيقول الحقيقه، ولكن ضروري غادي يعيطوا على الناس تاع الدوار، غادي يعيطوا على واحد الناس كثار وغادي يبداو كيحقوا معاهم وغادي يقولوا لهم عاودوا لنا داكشي اللي وقع بالتفصيل. غادي يبداو كيحقوا معاهم واحد بواحد وتقريبا كلهم قالوا لهم نفس الهضره، قالوا لهم بلي داك السيد يقدر راه ما عنده حتى شي علاقه بداك الشيء، الطريقه باش كان مخلوع كيبان بلي داك الشيء راه جافو وما عنده به حتى شي علاقه. من بعد ايام هما قابضينو كيحقوا معاه، في الاخر غادي يطلقوه حيت غادي يعرفوا في الاخر بلي راه ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي وقع. البوليس غادي يشوفوا راسهم بلي في هذه اللحظه هنا واحدين، الحاجه الوحيده اللي عندهم هما يعاودوا يعيطوا عاوتاني على خالد ويعاودوا عاوتاني يحقوا معاه. غادي يجيبوا خالد وغادي يبداو كيحقوا معاه. هنا باش غادي يقول لي واش مرتك ما كانش كتخرج مع شي صاحبتها، مره كتخرج معاها. هنا باش غادي يقول لهم هي عندها واحد صاحبتها هند راه ديما كتجي عندها للدار وديما كيخرجوا تقريبا كان كل سبت كيخرجوا. طبيعه الحال البوليس مع خداو الاقوال تاعو غادي يقول ليه سير، وديك الساعه غادي يخرجوا ويجيبوا هاد هند وبداو كيحقوا معاها. هند جات الكوميساريه وبداو كيحقوا معاها وقالت البوليس باللي اخر مره شفت هند تقريبا هذه اكثر من 12 يوم. قالت لهم باللي قبل ما تختفى بنهار كان دورات ليا وكنا مزكين باللي نهار السبت غادي نخرجوا. قالت البوليس باللي هذه هي اخر مره هضرت معاها. هنا البوليس غادي يبداو كيدخلوا مع القاصح وغادي يقول لها باللي فرح كانت صاحبتها كانت قريبه لك بزاف، يعني راه كانت كتعاود لك الاسرار تاعها، ما عمرها ما عاودت لك ولا قالت لك بلي راه عندها شي علاقه مع شي واحد ولا كدو مع شي واحد في التليفون. هي قالت لهم بصح باللي فرح كانت قريبه ليا بزاف وكتعاود لي الاسرار تاعها، ولكن عمرها ما قالت لي باللي راه عندها شي علاقه مع شي واحد، كانت ديما كتقول لي باللي راه كتبغي راجلها وكانت الثقه بيناتهم وهادشي اللي كنت نعرف، وما عمرها ما عاودت لي على شي واحد. هند اخر حاجه غتقول البوليس
غتقول لهم بلي صاحبتي فرح الله يرحمها كنت نعرفها مزيان، بنت داخله سوق راسها وما يمكنش دير علاقه مع شي واحد. البوليس في هذه اللحظه كيلقاو راسهم بلي واحدين ما قدروش يحلوا هذه القضيه، حيت القضيه كانت معقده بزاف، فيها الفلوس والذهب اللي غبروا وحتى شكون اللي قتل فرح. بزاف تاع الاسئله كانت كدور في الريوس تاع البوليس، لاس فرح كانت هازه دوك الفلوس وداك الذهب، واش كانت غادا عند شي واحد بغات تهرب معاه، شكون اللي قتلها، ودوك الفلوس ودوك الذهب شكون اللي داهم. في هاد الوقيته كنخرج التشريح الطبي تاع الجثه وتبين بان الجثه مات مع 12 تاع النهار، يعني ساعتين من بعد ما خرجات. البوليس غادي يرجعوا للفيلا فين كانوا ساكنين وغادي يمشيو للكاميرات المراقبه وغادي يشوفوا واش نيت فرح كانت خرجت مع العشره. فاش غادي التسجيل تاع الكاميرا غادي يلقاوها باللي نيت خرجت مع العشره وكانت هازه معها واحد الصاك اللي كان كبير بزاف، وهنا كانوا مأكدين بلي داك الصاك كانوا فيه الفلوس والذهب. المهم في هادشي كامل هو ان فرح ضربات بالموس، جوج ضربات في كرشها وضربه في القلب تاعها، وقبل ما تموت تعرضت للاغتصاب. هاد المعلومات كلهم اللي تزادوا في هاد القضيه خلوا البوليس يعرفوا اش كاين وبداو كيبحثوا بواحد الطريقه مقاده. في هاد الوقيته بقات البوليس اخر حاجه هي يديروا الخبره على النمره تاع فرح، غادي يشوفوا شنو هي اخر نمره كانت دورات ليها، وفاش داروا الخبره غادي يلقاو باللي واحد النمره كانت كدور ليها بزاف وهي اخر نمره اللي دورات ليها. غادي يمشيو للشركه تاع اتصال باش يشوفوا هاد النمره تعمل، ولكن هنا فاش غادي تكون الصدمه غادي يلقاو باللي هاد النمره هادي ما داخله حتى شي سميه، يعني هاد المجرم اللي كيجري هاد الشيء عارف كيجري مزيان ودير كاع الاحتياطات تاعو باش البوليس ما يقبضوهش. غادي يبقاو البوليس كيحاولوا يدوروا لهاد النمره ولكن ديما كيلقاوها طافيه. هنا باش البوليس صافي عرفوا باللي هاد السيد عمرو باقي غادي يشعل هاد النمره، غادي يكون هرسها ودار نمره اخرى. غدوز تقريبا شهرين على هادشي. واحد النهار واحد السيد غادي يدخل كيجري للكوميساريه ومخلوع وغادي يقول للبوليس باللي مرتو راه غبرات. غادي يقول لهم بلي تقريبا دابا هادي 5 ايام مرتي ما بقيت عارف عليها حتى شي حاجه. هاد السيد يدخل عندهم كان سميتو الياس، غادي يقول لهم باللي انا مستقر في فرنسا خدام في فرنسا ومرتي عايشه في كازا. عندي واحد البارتما تماك فين عايشه مرتي، وكنت تقريبا مره في 3 شهور نجي لكازا كنريح مع مرتي واحد السيمانه وكنرجع عاوتاني لفرنسا. غادي يقول لهم باللي هاد 5 ايام من الاخر وقت ما دورت ليها في التليفون تاعها كنلقاه طافي. النهار الاول والثاني كنت ندور ليها ما كتجاوبش، قلت كره التليفون خاسر ليها، ولكن النهار الثالث بالضبط غادي ندور العائله تاعي وغادي نقول لهم سيروا عندها للدار راه شي حاجه وقع عليها، راه مرتي كندور ليها وما كتجاوبش. العائله تاعي كانوا ساكنين في العروبيه غادي يمشيو لكازا وغادي يمشيو للبارسما تاعي، غادي يبداو كيدقوا قدام الباب كيسقوا ولكن المدام ما غتحلش، ما كانوش عندهم السوارت باش يحلوا الباب. وانا باش غادي يدوروا لي وغادي يقول لي باللي راه ضلينا كندقوا وراه حتى شي واحد ما حل علينا. غادي يدوز داك النهار الثالث وحتى النهار الرابع كل ساعه كندور لمرتي وكتمشوش بزاف. النهار الخامس بالضبط غادي نجمع حوايجي وغادي نهبط للمغرب. اول حاجه غادي ندير هي غادي نمشي للبارتما غادي نحل الباب، كانوا عندي السوارت، دخلت لداخل ما كنلقاش المدام تاعي وحتى الفلوس اللي كنت حاط تماك 12 مليون ما كانوش. هنا البوليس غادي يقول لي صافي واخا غتعطينا دابا معلومات اساسيه على مرتك، غتعطينا سميتها وكنيتها، غتجيب لنا فوتوكوبي تاع لا كارت ناسيونال، غتمشي للدار وتقلب عليها وغتجيب لنا حتى شي تصويره تاعها تكون كبيره باينه فيها مزيان. قالوا لي بلي حنا غادي نديروا الجهد تاعنا غادي نبداو كنقلبوا عليها واي حاجه لقيناها جديده راه غادي ندوروا لك. هنا المحققين غادي يريحوا بيناتهم وغادي يربطوا الاحداث اللي وقعوا مع القضيه تاع فرح وهاد القضيه اللي دابا عندهم. المحققين غادي يبداو كيحققوا في هاد القضيه تاع هاد البنت اللي اختفت دابا، غادي يلقاو بلي سميتها اكرام، بنت اختفات هي و12 مليون. غادي يبداو كيرجعوا شويه السين طالور وغادي يلقاو بلي غير شهرين هادي وقعت قضيه بحالها، القضيه تاع فرح اللي كانت اختفات هي و50 مليون والذهب، ومن بعد لقاوها ميته. هنا البوليس داروا واحد افتراض اللي صعيب وقالوا بلي قدر حتى اكرام غتكون مات. هاد الافشارات اللي عطاو البوليس قالوا باللي يقدر يكون 100%، حيت البنات هادو بجوجهم كانوا اختفاو وهازين معاهم الفلوس واختفاو في نفس المدينه. من بعد نهار على هادشي شي ناس كانوا كيترينوا في واحد الجرده، كانوا كيجيروا الرياضه، غادي يشوفوا شي حاجه اللي غتصدمهم. فاش كانوا كيجريو كانوا كيدوزوا حدا واحد البلاصه وكتعطيهم واحد الريحه حاشاكم تاع الجيفه، الريحه كانت مجهده بزاف. واحد السيد جا الغرور وقال ضروري باللي خاصني نشوف اش كاين في ديك البلاصه، حيت من بعيد كيبان ليه باللي كاينين واحد الجوج تاع الكراطن. مشى لدوك جوج كراطن باش يشوف اش فيهم، حلهم مع غادي يحلهم غادي تصم، غادي يبان ليه باللي جوت تاع بنت مقرده وسط الكراطن. مع شاف داك المنظر بطبيعه الحال تخنع، مشى قال لدوك الناس اللي كانوا كيجروا معاه، وديك الساعه جاو الكوميساريه وديكلاراو. استنفار امريكي كبير غادي يمشي لهاد الجرده هادي وغادي يدوروا الباريه على ديك الجرده كامله وغادي يبداو كيديروا التحقيقات تاعهم. بطبيعه الحال الهضره اللي قالوا لهم هاد الناس كانت صحيحه، غادي يلقاو جوج كراطن فيهم جوت تاع عمره مقرده. من بعد غادي يهزوا الجثه وغادي يدوها للمستوى تاع الاموات باش يديروا ليها التشريح. من بعد تقريبا واحد 48 ساعه واحد اليومين غادي يخرج التحليل تاع البصمات وغادي يلقاو بلي ديك الجثه اللي كانت مقرده بدوك الخراطن هي اللي كان راجلها جا وديكلارا في الكوميساريه وهي اللي سميتها اكرام. راجلها اخي 3 ايام هاتي باش الكوميساريه. البوليس ديك الساعه غادي يعاودوا يدوروا ليه وغادي يقولوا ليه جي دابا عندنا راه كاين الجديد في القضيه تاع مرتك. الياس غادي يدخل الكوميساريه واول حاجه غادي يقولوا للبوليس هي راه مرتك لقيناها مقتوله. الفلوس اللي قلتي لنا تاع 12 مليون ما لقيناهمش
يخليهمش معاه. طبيعه الحال السيد مع سمع بلي مرتو تقتلات والفلوس ما كاينينش، كبت في راسو ودار واحد الرده تاع الفعل اللي خايب، غادي يخليوه واحد المده طويله ومريحين معاه حتى يستوعب هادشي اللي وقع، عا باش غادي يبداو كيحقوا معاه. طبيعة الحال البوليس في هاد اللحظات هادو ما تيتوقف حتى شي واحد، اول واحد غادي يبداو كيحقوا معاه هو الياس، غادي يقول له عطينا الباسبور تاعك باش نشوفوا امتى اخر مره دخلتي للمغرب، وغادي يلقاو بلي داك النهار اللي كان جا عندهم الكوميساريه داك النهار بالضبط فاش كان جا للمغرب، يعني السيد ما عنده حتى شي علاقه بالمقتل تاع مرته تقريبا هذيك اكثر من سيمانه باش مات، يعني فاش مات هو كان في فرنسا. هنا البوليس اول حاجه غادي يديروا غادي يقولوا لالياس يلاه معانا وورينا الدار تاعك البارسما تاعك فين كاينه، غادي يمشيو وغادي يدخلوا للبارسما، غادي يديروا واحد النظره عامه على البارسما ومن بعد غادي يخرجوا وغادي يبداو كيحقوا مع الجيران، غادي يبداو كيحقوا مع بزاف تاع الجيران. وهاد المره البوليس غادي يوصلوا واحد المعلومات اللي مهمه بزاف. الجيران غادي يقول لهم بلي هاد الضحيه اللي مات كان ديما كيجي عندها واحد السيد كان كيدخل عادي للدار بحال كيجيها من العائله، كنا عارفين بلي داك السيد راه ماشي راجلها حيت حنا راجلها كنا عارفينه مزيان، وكنا تنقولوا بلي داك السيد يقدر يكون خوها ولا شي واحد كيجيها من العائله. هاد السيد كان كيدخل البارتما عندها مرتاح وكيخرج مرتاح، هادشي علاش الجيران ما داو ما جابوه وقالوا بلي راه من العائله تاعها. واحد الجار كان مسكي على البارتما تاع الياس غادي يقول لهم بلي اخر مره شتو اخر مره جاي يقدر 10 ايام هاجي، غادي يعطيهم المواصفات تاع السيد وغادي يقول لهم بلي شحال من مره تلاقيت معاه وسلمت عليه، غادي يقول لهم بلي هاد السيد طويل واسمر وعنده واحد اللحيه كبيره، ديما كان كيمشي بواحد الطوموبيله كحله وكيحطها لتحت. هاد الشهر هذا غادي يجيو البوليس معاهم الكوميساريه باش يجيو يعمقوا معاه في البحث ويعطيوهم كاع المعلومات اللي كيعرف. من بعد البوليس طبيعه الحال غادي يتاكدوا بلي هاد السيد هذا غادي يكون هو العشيق تاعها ويقدر يكون هو اللي قتله. منين كان كيدخل عندها للدار يعني غادي يكون عارف بلي عندها 12 مليون في الدار، يعني هو اللي غادي يكون قتلها ودالي هذوك الفلوس. محققا غادي يروحوا يدويو وغادي يشوفوا شي حل لهاد القضيه في اقرب وقت، وغادي يقولوا بديك الضحيه اللي مات ضروري ما كانت كتواصل مع داك السيد في التليفون، غادي يقبضوا النمره تاعها وغادي يديروا عليها الخبره وغادي يلقاو بلي واحد النمره بزاف كانت كتدور ليها، وهاد النمره اللي كانت كتدور ليها بزاف هي اخر مره دورات ليها ودورات ليها بالضبط داك النهار فاش اختفات. البوليس هنا غادي يتصدموا بزاف حيت غادي يلقاو بلي هاد النمره هادي النمره تاع السيد هي النمره اللي كانت كتوصل بها البنت الاولى فرح اللي مشات ليها 50 مليون والذهب، نفس النمره يعني نفس السيد، يعني القضيه الاولى تاع فرح اللي ما قدروش يحلوها، المجرم اللي دار هاد الجريمه الاولى هو اللي دار حتى هاد الجريمه. طبيعة الحال المحققين غادي يبدا كتوضح لهم القضيه وغادي يعرفوا بلي كيتعاملوا مع مجرم واحد، مجرم اللي خطير وكيعرف اش كيدير وكيستهدف العيالات اللي مجوجات وكيدي لهم فلوسهم. المحققين في هاد الوقيته كانوا كيدوروا لهاد النمره هادي وتلقاوها بلي طافيه، وهنا عرفوا بلي نهار غادي يبغي يدير الجريمه الثالثه غادي يحل هاد النمره حيت كان كيستعمل نفس النمره. هنا البوليس غادي يبقاو كيتسناو هاد النمره حتى تشعل، حيت فاش غادي تشعل غادي يعرفوا هاد النمره هادي مع من كتواصل، يعني غادي يعرفوا هاد السيد ولا هاد النمره اين نمره كيتواصل معاه. غادي يبقوا البوليس تقريبا شي 3 تاع السيمانات هما كيتسناو هاد النمره تشعل حتى لواحد الصباح واحد البوليسي واحد المحقق غادي تجيه واحد الميساج في التليفون تاعو باللي ديك النمره راه شعلات. بداك الصباح بالضبط البوليس غادي يتواصلوا مع الشركه تاع الاتصال باش يعرفوا هاد النمره تاع السيد اين نمره تواصلت معاه. شركه الاتصال غتقول لهم بلي هاد النمره هادي راه غير اليوم في الصباح تواصلت مع واحد النمره تاع واحد السيده وليت ساكنه غير في الدار البيضاء. من بعد مده قليله شركه تاع الاتصال غتعطيهم كاع المعلومات تاع السيده هادي. السيده كانت سميتها نعيمه وكانت ساكنه في واحد الحي في الدار البيضاء، وديك الساعه البوليس غادي يمشيو عندها مع غادي يدقوا في الباب غتخرجوا مع السيده. البوليس غادي يسولوها وغادي يقولوا لها واش انت هي نعيمه، غتقول لهم انا هي نعيمه. بولي ديك الساعه غادي يدوي معاه وغادي يقول لها بلي ضروري خاصك تمشي معنا للكوميساريه حيت بغينا ندوي معاك في واحد الموضوع اللي مهم. يعني ما غادي تقول لهم واش واقع ما عارفش واش راجل واقع عليه شي حاجه، غادي يقول لها لا، غادي يقول لها تمشي معنا حتى للكوميساريه باش نقول لك اش واقع. اول سؤال غادي يسولها البوليس واش انت مزوجه. نعيمه غتقول لهم راه مزوجه بعسكري. غتقول لهم بلي راجلي خدام في الصحراء وتقريبا كيجي عندي 20 يوم في كل 6 شهور. من بعد البوليس غادي يدخلوا معاه القصح وغادي يقولوا لي هاد النمره تاع التليفون هي نعيمه جافتها، ويقول لي هاد النمره هادي واش كتعرفي تعمل. نعيمه مع جافت هاد النمره غتقول لهم هاد النمره تاع العربي كنعرفها ولكن حضرت راسها وما بقاش بغات تدوي. هنا البوليس غادي يقول لها شوف هاد العربي هذا من هاد النمره هادي راه مشتبه به في قتل جوج تاع العيالات، حنا هنايا على قبل التحقيق وتنحقوا في الجرائم الغامضه. نعيمه مع سمعت هادشي تخلعات وغتبدا كتعاود للبوليس كلشي وغتقول لهم باللي انا راه دايره علاقه غراميه مع العربي، غير مؤخرا تعرفت عليه وبدينا كندويو في التليفون ومن بعد ولينا كنخرجوا. قالت لهم مده طويله وانا كنعرفه ومن العاده تاعو انه كان كيخبر عليا بزاف، مره كيدوي معايا وكيخبر شهر ولا شهرين وكنعاودوا عاوتاني نرجعوا ندويو. كان ديما تيقول لها بلي مره راه غادي نعاود نخبر حيت تكون عندي الخدمه بزاف
بزاف وما تيبقاش له وقت للتليفون. كنغبر شهر ولا شهرين ولا 20 يوم وكنعاود ثاني نرجع نحل التليفون ونعاود نرجعو ندويو عادي. طبيعه الحال من طريقه الهضره تاع نعيمه كتبان بانها نادمه بزاف، نادمه حيت خانت راجلها وكانت دايره علاقه مع داك السيد. غادي يزيدوا يعمقوا معاه في الموضوع وغادي يعرفوا باللي نعيمه كانت مزكيه مع العربي انهم يتلاقاو نهار الجمعه. نعيمه غتقول لهم باللي انا راه مزكيه معاه بغيت نتلاقى معاه في واحد القهوه اللي كنا ديما كنتلاقاو فيها. هنا البوليس غادي يقول لها شوفي ما ديري حتى شي حاجه، بقاي مزكيه معاه عادي وما تقولي ليه والو، ما تبيني ليه حتى شي حاجه اللي ماشي عاديه، بيني ليه باللي كلشي هو هذاك وبانك بغيتي تلاقي معاه. انت غتمشي تلاقي معاه في القهوه وفي نفس الوقت حنا غادي نبقاو مقابلين لكم من بعيد وغادي نتسناو اللحظه المناسبه باش ندخلوا للقهوه ونعتقلوه. داكشي اللي غادي يوقع غادي يوصل نهار الجمعه والعربي غيدور النعيمه وغادي يقول لها بلي غادي نتلاقاو في القهوه اللي ديما كنتلاقاو فيها مع الخمسة العشيه. نعيمه غتخرج من الدار وغادي تمشي عنده للقهوه، وبطبيعه الحال البوليس كانوا تابعينها ومراقبينها من خرجت من الدار حتى غتدخل القهوه. هي مريحه في القهوه حتى لواحد شويه غادي يبان لهم واحد السيد اللي كان طويل وسمر وعنده لحيه كبيره وغادي يريح حدا نعيمه وبقى كيدوي معاها. كيريح وسلم عليها وبدا كيدوي معاها. ديك الساعه البوليس دخلوا واعتقلوه، داروا ليه المينوط، ركبوه في الطوموبيل وداو للكوميساريه باش يبداو يحقوا معاه. مع غادي يدخلوا الكوميساريه اول حاجه غادي يديروا غادي يوريو التصويره تاع اكرام وتاع فرح. غادي يقولوا لي واش هاد العائلات هادو ما كتعرفهمش. العربي غادي يبقى مده هو كيشوف هاد التصاور هادو، في الاخر غادي يهز راسو وغادي يقول لهم لا ما كنعرفهمش. المحققين هنا كيشوفوا هاد السيد اللي واقف حداهم العربي نفس المواصفات اللي كانوا عطاوهم بزاف تاع الناس، يعني هاد السيد هو المشتبه فيه الاول. دابا اش خاصهم يديروا؟ خاصهم يمشيو للدار تاعو ويقلبوها. المحققين غادي يمشيو وغادي يديو معاهم الشرطه العلميه باش يشوفوا واش ديك الدار تاعو كانت هي مسرح الجريمه. الشرطه العلميه وهي كتقلب على الاثار تاع الدم المحققين غادي يلقاو عنده كميه كبيره تاع الفلوس وتاع الذهب، نقيطات تاع الدم اللي كانوا صغار بزاف وما كيبانوش بالعين. المحققين غادي يهزوا داك الذهب والفلوس اللي لقاو عنده في الدار وغادي يرجعوا للكوميساريه باش يكملوا معاه التحقيق. في الاول ما كانش بغى يعترف، بقى شاد فهضرت وقال لهم بلي هذوك راه فلوسي والذهب تاعي، ولكن بعتو خيطه قليله باش بداو البوليس كيزيرو. غادي يحضر راسو وغادي يعاود لهم كلشي. غادي يقول لهم بلي انا اللي قتلت فرح واكرام وانا اللي ديت لهم فلوسهم. قال لهم بلي كنستهدف العائلات المزوجات اللي ما تيكونوش رجالهم عايشين معاهم. كنبدا بشويه بشويه كنتقرب منهم باش كنعرف بلي عندهم فلوس كندير معاهم علاقه. قال لهم بعد ما كنتصاح مع شي وحده وكتشد فيا مزيان كنبدا كندير ليها السماوي باش ندي ليها فلوسها. قال لهم الطريقه تاع اللي كنتعرف كنخلي هاد السيده اللي كتكون معايا كتمشي للدار وكتجيب لي كاع فلوسها وكتجي عندي. وبحال هاد الحالات تاع السماوي كنسمعوهم بزاف تاع المرات. شحال مره كنسمعوا بلي شي واحد دار شي واحد اخر كميه كبيره تاع الفلوس حتى رجع في حاله وداز وقيته عا باش عارف راسو بلي تنصب عليه. وهذا الشيء بالضبط اللي كان كيجي لهم العربي اي وحده طاح معاه كيجي لها السماوي وكيصيفطها للدار تجيب ليه الفلوس. وبطبيعه الحال من بعد كتجي الضحيه عنده كتعطيه الفلوس ما كيخليهاش تمشي حيت عارف اللي رجعت في حالها غادي تنادم معاها الحال وغادي تعرف راسها بلي تنصب عليها. هادشي علاش اي وحده جات عنده للدار كيقبضها كيغتصبها ومن بعد كيقتلها. البنت الاولى فرح من بعد ما جات عنده للدار ودالها 50 مليون والفلوس اغتصبها ومن بعد هو يقتلها. الحجم تاعها كان صغير بزاف، قدر انه يخرجها بالليل يحطها في الطوموبيله تاعها ويديها للغابه ويحطها. اما اكرام حتى هي دارها نفس الطريقه، جات عنده للدار ودالها 12 مليون ومن بعد اغتصبها ويقتلها. ولكن اكرام كان الحجم تاعها كبير بزاف ما قدرش يخرجها هكاك، غادي يقرضها ويديرها في الكراطن. فاش دارها في الكراطن سالت عليه انه يخرج الجثه تاعها بلا حتى شي واحد ما يلاحظ شي حاجه. غادي يخرج الكرتونه الاولى ومن بعد غادي يخرج الكرتونه الثانيه وغادي يدير واحد الجرده اللي كانت معروفه في كازا. من بعد العربي ما اعترف بكل شيء، الملف تاعو غادي يديوه للمحكمه ومن بعد جلسات طوال في المحكمه. في الاخر غادي يحكموا عليه بالاعدام.